بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من بعد سنوات ديال العمل الجاد، من بعد سنوات ديال العمل القاعدي، من بعد سنوات ديال التكوين وهيكلة الإدارة ووضع استراتيجية اللي كنا قاب قوسها ودنا تقريبا واحد 5 سنين باش نديروا الصعود. هذه السنة ولله الحمد تحقق لنا المراد وتحققنا ذاك المبتغى اللي كنا دائما كنسعوا وراه باش نسعدوا هذه الجماهير الغفيرة ديال نادي اولمبيك تشيرا. هذه السنة ولله الحمد كما شفتوا حققنا الصعود للقسم الوطني الأول، حققنا الفوز بأول نسخة من كأس التميز، واليوم كنتوجوها بتأهيل ديال الفئة ديال أقل من 18 سنة لنهاية البطولات المغرب بعد الفوز على فريق المغرب الفاسي. هذا العمل ما جاش اعتباطي ولا جا غير هكاك، جا من بعد واحد المجهود كبير اللي دار لسنوات، سنوات من التضحيات من اعضاء المكتب المسير، سنوات من التضحيات من الجماهير ومن المسؤولين ديال المدينه. اليوم نحن سعداء جدا لهذا المسار، سعداء جدا بهذه النتائج، واللي توجد كذلك بتوقيع اتفاقيه ديال اعاده هيكله ملعب احمد فنا. ان شاء الله حنا اليوم كنشتغلوا باش كاينه التهيئه ديال المقر الاداري ديال نادي اولمبيك تشيرا بواحد الاتفاقيه مع عامله زكانيه ملول، واليوم كنقلبوا ان شاء الله خدامين على ملف اخر كبير وهو ملف ديال مركز التكوين الخاص بنادي اولمبيك تشيرا. اليوم كاين اتصالات كثيره باش نحاولوا نوجدوا الوعاء العقاري في شي منطقه اللي قريبه للتشيرا، كما كتعرفوا التشيرا ما بقاش فيها العقار، وحنا كنديروا مجهود ان شاء الله على الاقل باش هذا المكتب المسير يخلي واحد البنيه تحتيه اللي هي مهمه اللي تستافد منها الاجيال القادمه باذن الله. كاس التميز كما كتعرفوا هذه السنه كانت اول نسخه اللي حنا استفدنا منها مزيان، بغض النظر على الجانب المادي اللي غادي يساعدنا باش يعني يساعدنا مزيان. كاين الجانب اللي هو تقني، انه اعطى فرصه للمجموعه ديال الشبان ديال النادي باش يحتكوا مع انديه كبيره ديال القسم الوطني الاول ومع لاعبين كبار، وهذا الشيء اللي خلينا نستافدوا منه في المرحله ديال الاياب والدورات الاخيره، لان كانوا اعطاب عند اللاعبين، ولقينا الدراري اللي شاركوا في كاس التميز كانوا موجودين ولله الحمد راه داروا مسار كبير مع انديه كبيره. الا كندويو على انديه اللي خدامه في التكوين كالفتح الرباطي، كاتحاد توارقه، كالرجاء البيضاوي، اللي كلهم لعبنا معاهم وفزنا عليهم، وهذا الشيء اللي كيبين على العمل اللي كيدار على مستوى الاداره التقنيه ديال نادي اولمبيك تشيرا. شكرا جزيلا، ما اروعك. هناك خبر حصري لاول مره، وهو الدور ديال السيد العام السي اسماعيل ابو الحقوق دائما كان ايجابي جدا معنا كمكتب مسير، لان دزنا من بعض المراحل اللي هي صعبه وكنا دائما كنلقاو هو السند يعني في النصائح ديالو، وكيشجعنا باش نزيدوا نستمروا في العمل اللي كنقوموا به. كذلك ما نساوش الدور الكبير اللي داروا اللي لعبوا باش نوقعوا الاتفاقيه ديال التهيئه ديال المقر الاداري، واللي هو اللي شخصيا اللي جرى على هذا الملف اليوم، اللي خرج لها ميزانيه ديال 240 مليون سنتيم. من هنا واحد 3 شهور غادي يكون موجود ان شاء الله. لعب دور كبير في الاتفاقيه ديال تهيئه ملعب احمد فنا، والحمد لله الاتفاقيه توقعات، كتبقى دابا غير باش تدوز في الدوره ديال مجلس الجهه، توقعات من طرف الوزارات بجوج، وزاره التربيه الوطنيه والرياضه، ولا من الجامعه الملكيه المغربيه، ولا جامعه تشيرا، ولا من السيد العام. كان دائما دعم لنا نفسانيا في المقابلات الاخيره ملي كنا كنلعبوا على الصعود، واليوم راه شفتوا كيفاش شارك معنا وكيفاش ذكر نادي اولمبيك تشيرا والعمل اللي كيتقام في داخل اولمبيك تشيرا. اذا ما يمكن لنا الا نكرموه وكيستحق اكثر من تكريم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.